أحداث قصتنا النهاردة مبنية على قصة حقيقية حصلت بالفعل، واللي بتبدأ بالأستاذ دوج وهو بيجري ورا بنت وبيديها رصاصتين وبيخلص عليها. بعدها بندخل لبار وبنشوف بطلة الأحداث كارول وهي داخلة بتقابل ست تانية بتاج على راسها وبتديها ظرف فيه فلوس، لكن الست أم تاج بترمي الظرف في وشها وهي مش طايقاها. وبيجي راجل تاني اسمه جاك وعامل شعره زي اتش دبور وشكله جوز الست أم تاج، وبيزعق في كارول وبيسحبها من إيديها بره المكان، والاتنين بيعاملوها أسوأ معاملة بعد ما بيطردوها وهي عمالة تعيط. وبيرجع تاني جاك للبار علشان يحيي الجمهور وبيحتفل معاهم بالسنة الجديدة. اما الست الغلبانه اللي بتعيط بره فبتتفاجئ براجل جاي ياخد بايديها وبيعرفها بنفسه على ان اسمه دوج كلارك، وبالمناسبه ده نفس الراجل الغامض اللي قتل البنت البريئه اول الاحداث. وبتعرفه كارول بنفسها وهي ماسكه دموعها بالعافيه، والراجل ابو قلب طيب بياخدها في رقصه رومانسيه بمناسبه العام الجديد، وهم بيرقصوا بتقول له انها ممرضه وهو بيقول لها انه شغال في هندسه الصوت والدبلجه، وبيروحوا مع بعض والدنيا ما بينهم بتبقى وردي. وبيبان ان كارول اللي كانت بتعاني من الوحده بتقع في حب دوج من النظره الاولى، وهو بيستغل الموقف وبيدخل معاها علاقه بس عنيفه حبتين، وواضح ان دوج واخد الدنيا اجريسيف شويه. وتاني يوم بيصحوا بيكونوا مبسوطين، وبيطمن دوج كارول انه مش هيتخلى عنها زي ما بيحصل لها كالعاده. بعدها بيروح على شغل الصوت والدبلجه بتاعه، كمان بتروح كارول على شغل التمريض بتاعها، وهناك بيجي لها بوكيه ورد من حبيب القلب دوج، فبتاخده وهي في قمه الانبساط وبيرجعوا يتقابلوا تاني. والظاهر انها ما كانتش ليله عابره كده بينهم وخلاص، وفي ليله بيتاخر دوج عليها لانه ببساطه كان بيخلص على بنتين بالرصاص. المفاجاه الاكبر انه لما بيرجع لها البيت بيكون جايب معاه واحده صاحبته مقضيها معاها عادي جدا، وبتتصدم طبعا كارول من بجاحه الاستاذ دوج وبتقعد تعيط كالعاده، لكن رغم كده بيقنعها دوج ان دي حاجه قديمه وعابره كده، وان هي الكل في الكل ولازم تفوت له بقى وما تعقدش الدنيا. وبيخرج يكمل مع الست اللي بره عادي، وبيسيب كارول تندب على حظها في الرجاله. تاني يوم بتخرج كارول تجيب حاجه البيت، وبترجع تلاقي دوج واقف لها زي العمل الراضي، وبيتاسف لها عن اللي حصل امبارح وبيصالحها بانه يعزمها على حفله لواحد من نجوم هوليود، وهي بتوافق طبعا. لكن لما بتروح بتكتشف انها حفله قبيحه شويتين زياده عما كانت متوقعه. بعد الحفله بيرجعوا على بيت كارول وبيقابلوا هناك الاخ اتش دبور، واللي بالمناسبه طلع مقلب كارول في قرشين حلوين، فدوج بيهدده يا اما يرجع الفلوس يا اما يخلص عليه. بالليل بتصحى كارول على تليفون من دوج وبيعرفها انه راجع البيت ومعاها مزه زي المره اللي فاتت، وبيبان انه يقنع كارول تصور سهراته الحلوه مع البنات، وهي بما انها ما صدقت لقت حد يحبها بتجريه في طلباته المريبه. وفعلا بيدخل دوج البيت بواحده جديده، وبتدخل عليهم كارول في نص العلاقه علشان تاخد لهم صوره، وطبعا المزه لما بتحس بفلاش الكاميرا بتاخد بعضها وبتمشي. بعد ما بتدي دوج نصيبه من الشتايم والضرب، فالراجل بيرجع لكارول يفش غله فيها عن طريق علاقه مليانه عنف كالعاده. تاني يوم بيصادف دوج في طريقه بنتين حلوين على قارعه الطريق، فبيصمم ياخدهم في سكته، وهم الظاهر ما بيصدقوا فبيركبوا معاه شويه، وبيرجع البيت بيعيط ومتشنج وعلى وشه اصابات. ويا عالم عمل ايه في البنتين الغلابه، وشكله كده خلاهم يحصلوا الضحايا اللي قبلهم وقتلهم. وكارول رغم معرفتها بكل ده لكن بتفضل شايله وساكته في قلبها في سبيل الحب، حتى لما بيعترف لها ان ضحاياه كتير بتفضل ساكته. ولما بتساله اذا كان ضميره بيأنبه على القتل بيقول لها ببساطه ان الاغبياء بيموتوا في كل مكان من العالم، وان ده الطبيعي، فما جاتش على الضحايا بتوعه هو يعني. بعدها بيفرجها على جثه بنت من البنات اللي قتلهم، ودي البنت اللي شفناها بيخلص عليها في بدايه الاحداث، وبيبدا يصور فيها وبيبان لنا قد ايه هو تعبان في دماغه. والظاهر ان كارول زيه برضه عندها ربع ضارب، لانها بتقف تتفرج على اللي بيحصل من غير اي رد فعل. وبالليل بيقعدوا يسمعوا تسجيلات للحوادث المريبه بتاعته واللي مسجلها مخصوص علشان يسمعها، ولا كانها حفله للست ام كلثوم. وتاني يوم بتشوف كارول الاخبار في التلفزيون وهم بيتكلموا عن جرائم بتحصل للبنات في المنطقه شويه، وبيرجع لها سبع البرومبا البيت وبيبدا يقنعها تحضر معاه عمليات القتل وتنفذها كمان، وشويه وبيعلمها ازاي تمسك السلاح. واول ما الصبح بيطلع بيخرجوا سوا يدوروا على ضحيه جديده من بين البنات اياهم اللي بيقفوا على النواصي، وفعلا بيلاقوا واحده وبياخدوها في العربيه. وبتيجي اللحظه اللي بتمسك فيها كارول السلاح والمفروض تخلص على البنت، لكنها بتتردد وبتفضل ماسكه المسدس، فبياخدوا منها دوج وبيخلص على البنت بنفسه، وبيأنب كارول لكلمتين ناشفين على اللي حصل منها، وبيقول لها لو عملت العبط ده تاني وما نفذتش المطلوب منها هتكون هي نفسها الضحيه الجديده. وبتحاول كارول تصالح دوج لكن واضح انه خلاص اتقفل منها، وبيهددها كمان انها مش هتشوف وشه تاني، كل ده وهي عماله تعيط ومش قادره تستحمل فكره انها ترجع تاني لوحدها. تاني يوم بتسمع في راديو الاخبار اللي بتتكلم عن البنت اللي قتلوها ليله امبارح، وشويه وبيرجع لها بالسلامته دوج وشكله مبهدل على الاخر. تاني يوم بتروح كارول شغلها وفي دماغها خطه غريبه، وهي انها تتدرب على القتل عن طريق قتل عيانه عندها في المستشفى. وفعلا بتدخل الاوضه بتاعتها وبتحاول تخنقها، لكن حظها ان طبيب كبير بيدخل عليها فجاه وبيبوظ الخطه، وكمان بيشك في ان كارول كانت عايزه تقتل المريضه بتاعته. وبالليل بتطلب كارول من دوج
بينفذوا جريمة قتل جديدة، وفعلا بينطلقوا سوا للبحث عن ضحية جديدة، وبيكونوا ضحيتهم مش واحدة بس، والمرة دي بتنجح كارول في المهمة وبتخلص عليهم، وكمان بتقطع رقبة واحدة منهم وبتحتفظ بيها، وبيكون دوج فخور بيها ولا كأنها نجحت في الثانوية العامة، وهي كمان بتكون آخر انبساط بأنها خلصت على مزتين في ليلة واحدة. تاني يوم بيكونوا في عربيتهم وبيحسوا إن عربية الشرطة ماشية وراهم وبيرتبكوا شوية. المشكلة إن كارول بتكون شايلة دماغ البنت اللي قتلتها معاها في الصندوق، لكن من حظهم إن عربية الشرطة بتكون ماشية ورا ناس غيرهم، ولما بيرجعوا بيقول لها دوج إنه بيفكر يبيع العربية بتاعتهم باعتبارها شاهدة على عمليات قتل كتير ممكن تلبسهم في الحيطة. وبالليل بيقوم دوج وكارول بعملية جديدة والدنيا بتمشي زي السكينة في الحلاوة، لكن في المستشفى بتتفاجئ كارول بالطبيب إياه بيعرفها إنها لازم توكل محامي علشان هيتحقق معاها، وده بسبب الست المريضة اللي هم شاكين إنها كانت عايزة تأذيها. وفي نفس اليوم ده بتطلع كارول على البار علشان تقابل الأخ اتش دبور أو جاك، وبتحكي له على عمليات القتل إياها بتاعتها هي ودوج، ولا كأنها بتحكي له عن ذكرياتها في الساحل، وبتعرفه إنه هيكون ضحيتهم الجديدة هو وبنته. وهو الظاهر كده مش بياخد كلامها جد قوي، وبيرجع البار يكمل غنى عادي جدا. وفي آخر اليوم بيلاقي كارول منتظراه علشان تكمل كلام معاه، فبيسيب الحتة اللي كانت معاه وبياخد كارول معاه في العربية، وفي الطريق بتقول له إنها عايزة منه الفلوس اللي قلبها منها زمان، وإلا حياة بنته هتكون في خطر، لكنه بيرفض تهديدها. عشان كده بتنتهز كارول الفرصة المناسبة وبتخلص عليه هو كمان انتقاما منه على كل اللي عمله فيها. وبعدين بتقطع رقبته، وواضح إنها بقت خبيرة في الحوار ده، وبتتصل بدوج تعرفه إنها راجعة له البيت بهدية بسيطة، وهي عبارة عن راس اتش دبور. ولما بتقابله بيتخانق معاها لأنها نفذت من غير ما ترجع له في الأول. ما علينا، بيروحوا سوا يرموا رقبة الأخ في مكان مهجور. بعدها بكام يوم بيطلعوا على البار يريحوا فيه أعصابهم، وبتستعبط كارول وبتسأل على جاك اللي هو الاتش دبور، فبيقولوا لها إن بقاله يجي أسبوع مختفي. في نفس الوقت بيلاحظوا وجود نفس الست اللي كانت مع جاك ساعة ما كارول ركبت معاها العربية وقتلته، فبيمشوا بسرعة باعتبارها شاهدة على وجودهم سوا قبل اختفائه. في نفس الوقت ده بيدخل راجلين على مرات جاك بيبلغوها إنهم لقوا جثته. طبعا الست اللي كانت شافت كارول معاه قبل اختفائه بتعرفهم اللي حصل على طول. شوية وبنشوف كارول في بيتها مش مدية أي إخوانة، وبتلاقي شرطة لوس أنجلوس بتخبط على بابها، فبتجري تبلغ دوج واللي كان معاه واحدة عادي جدا في السرير، وبيحاولوا يكونوا هاديين وقت التحقيق. وبيعدي اليوم لكن بيفضل دوج قلقان من موقفه في التحقيقات، وبيقرر ياخد حاجاته من بيت كارول ويهرب. طبعا هي بتتحايل عليه يفضل معاها لكنه بيرفض وبيمشي، وهي بتقف في الحمام تقص في شعرها. وتاني يوم بيتفاجئ بيها جايه له مكان شغله وهي حلقه راسها، وبيرفض انه يتكلم معاها، فبتهدده تبلغ الشرطه، وهو مش بيهمه وبيطردها بره الاستوديو لانه حاسس انها مستحيل تبلغ. المفاجاه بقى انها فعلا لما بتروح البيت بتبلغ عنه وعنها وهي تحت تاثير الخمره، وبتقول انها ضحيته لانها مشيت وراه غصب عنها. شويه وبتوصل الشرطه بيت كارول وبتقبض عليها، وكمان بتوصل الاستوديو وبتقبض على دوج واللي بينكر في التحقيقات علاقته بقتل جاك. اما كارول فبتعترف بكل حاجه، وبتختم كلامها في التحقيقات باغرب حاجه ممكن تتقال، وهي ان القتل متعه، وان لو خرجت من السجن هتقتل تاني. في النهايه بيتحكم على كارول بالسجن 52 سنه. طبعا مش بتكملهم لانها بتموت وسط فتره السجن بنوبه قلبيه. اما دوج فبيقضي حوالي 40 سنه في السجن لحد لما بيموت بشكل طبيعي.